واجي واليوم نصايبوا الرخامه اولا الحلوه الزليجه المغربيه بالبقايا ديال البسكوي يا الجاهز يا الحلوه اللي كنطيبوا هكا ديال الدار وكتبقى حلوه الزليجه اولا الرخامه المغربيه. وسطروا لي على كلمه المغربيه الله يخليكم مغربي تنقول لكم من بعد علاش. المهم ماشي اليوم راه ماشي وصفه بالغرام. اليوم كما قلت لكم البقايا ديال البسكوي اولا الحلوه ديال الدار الكاطو ديال الدار اللي عندهم الوليدات راه كيعرفوا باللي راه ديما كيبقى عندنا بسكوي ديال الوليدات وما كيبغيوش ياكلوه. وكتبقى ديما ديك الحفنه ديال اللوز محمره الحفنه ديال الكركاع الحفنه ديال سميتو هو الجنجلان. اي حاجه البنات طحنوها هرمشوها وجيبوها. انا جمعتها بالزبده ديال الكاوكاو والزبده ديال اللوتوس. نتوما يمكن لكم تجمعوها البنات بكاوكاو هكا تحمروه طحنوه تيولي معلك. الجنجله طحنوه تيولي معلك ولا تهرمشوه. الشوكولات من الاحسن ما ديروش نوتيلا ولا هذاك الشوكولات ديال الدهن ما ديروش لحقاش كيبقى هكاك ميدم بزاف. انا درت زبده اللوتوس هي ما كتجمعش بزاف كتبقى هكا معلكه. داكشي علاش زدت شويه ديال الشوكولات دايب والشوكولات استعملته في واحد الحلوه قبل وبقى عندي هكا كان فيه اللوز مهرمش ذوبته وزدته جمعته بها باش فاش تبرد تشد راسها هكا وغتعلكوها حتى تتجمع. كما قلت لكم البنات اي نوع البسكوي اليوم ماشي وصفه ولكن فكره من داكشي اللي كيبقى ما يتلاش ديروا به حلوه الزليجه اولا الرخامه. علاش قلت مغربيه وغنعاود لكم على المغربيه لحقاش هاد الحلوه شاركتها عندي هنا في يوتيوب في ستوري وجاو بزاف الاخوات جزائريات وقالوا لي لا الحلوه جزائريه وحنا كنديروا فيها غير اللوز. لا اختي حنا ما كنديروش فيها اللوز حنا كنديروا فيها داكشي اللي بقى عندنا في الدار. الحلوه ديال اللوز حنا كنديروها في كعب غزال هذه كنديروا داكشي اللي بقى في الدار باش ما كنضيعوش وسميتها اختي الرخامه. وانتم الله يخلف عليكم وانتم ولوزكم الصحه اللوز ديالكم. المهم درتها هكا في الصينيه ديال الفران ودرت لها هكا تقيبات من الفوق. علاش درت هذوك التقيبات باش هذيك الطبقه نتاع الشوكولاط اللي غتجي من التحت فاش غتقلب الحلوه هاد الطبقه هي اللي تكون لتحت باش ما تقطعوها ما تفصلش. الا ما درتوهاش فاش كتجيو تقطعوها وكتحطوها هكا في الكويرطات هذيك الطبقه ما كتبقاش شاده في البسكوي من الداخل. يمكن لكم تستغناو على ديك طبقه الشوكولاط وديروها من الديريكت هكا ومن بعد تقطعوها ديروها في كوغيطات. انا في الحقيقه كتعجبني انا يكون فيها الشوكولاط من الفوق ومن التحت وكتعجبني في الشوكولاط البيض ما كتعجبنيش الشوكولاط الكحل. درت هكا غير كميه قليله الشوكولاط. هاد الصينيه هذه راه تقريبا الشوكولاط ما بين هكا اللي يجي في الوجه والتحت تقريبا راه ما لحقاش 250 غرام يعني 200 وشي حاجه هكاك ذوبته درتها شويه وبدرت المعلقه. كان فاتت سولات واحد البنت سولاتني كان جات عندي هكا وكلاتها وسولاتني قالت لي انا فاش كنديرها ما كيبقى عندي الظهر ديال المعلقه من الفوق كيبقى هكا مصور. البنات الظهر المعلقه باش ما يبقاش كما فاش كديروا الشوكولاط وكيكون باقي دايب كتزعزعوا الصينيه مزيان كيولي بلا كيولي ديريكت مسرح. دخلوها للمجمد اولا الثلاجه تشد راسها ومن بعد قلبوها. الطبقه اللي غتجي الفوق ما تحتاجوش تقبوها كما كتشوفوا راه هي كتكون هكا في واحد الحفيرات هكا رقاق. ديروا الكميه ديال الشوكولاط اللي بقات لكم وخطوا يا بالشوكولاط الاسود يا باش ما بغيتو درتوها بالشوكولاط كحل ديروها خطيطات بالشوكولاط البيض. انا لحقاش استعملت داك الزبده نتاع اللوتوس هكاك من الداخل درت فيها خطيطات نتاع الزبده نتاع اللوتوس من الفوق. كما قلت لكم الفيديو ديال اليوم راه ماشي شي حاجه اللي واو ولا شي حاجه اللي خارقه للعاده ولكن شي حاجه اللي فريمون كيبقى عندنا في الدار. حفنه الجنجلان حفنه الكاوكاو حفنه هكا نتاع اللوز ولا حفنه ديال هكا بسكوي ديال الدراري الصغار. شي مرات نصايبوا حلوه ديال الدار في الاول كتكون طريه من بعد تتنشف كتجي فريمون حلوه الرخامه بالحلوه ديال الدار كتجي البنات خطيره كتجي خطيره. وكل شيء ما كاينش شي وحده مغربيه صايبت الحلوه ديال الدار وما بقاوش منها شي حبات ونشفوا. البنات تكون حلوه ديالكم كيما بغات تكون الحلوه فاش كتخلطوها وكتقادوها راه كتجي هي هذيك كتقادوها من الفوق. المهم نتوما كيولي عندكم دوازاتاي وليداتكم كتكون عندهم هكا حليوه حتى هما شي حاجه جديده وما كيبقاش هذاك البسكويت اللي هما ما بغاوش ياكلوه. نضحكوا بعت على الدراري باش ياكلوا. المهم كان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم. اخوات الجزائريات ما تقلقوش ولكن اختي هذه راها مغربيه هذه راه مغربيه راه ما عندي ما ندير لكم راها مغربيه. وحنا راه ما كنديروهاش ديال الهمه والشان كما كتبوا لي شي بنات. حنا راه كنديروا فيها غير الشياطه اللي كتبقى ديال الحلوه باش هكا ما كتضيعش في نفس الوقت كنزوقوا بها هكا ولا كنعمروا بها البلاط ديال الحلوه اولا كنعمروا بها هكا الطاوه ولا السطيل باش ما تهرش لكم. وهنا درتها اكسترا باش تشوفوها ما تجيوش تقطعوا نيشان. ضروري ديروها البنات شرطه شرطوا بالموس وعاد وركو. من الاحسن الموس يكون ماضي او يكون هكا الموس نتاع المنشار اولا ديروه في الماء سخون ما طايب وعاد تقطعوا به. الحلوه فاش تخرجوها من الثلاجه ما تقطعوهاش ديريكت خليوها حتى تولي بدرجه حراره الغرفه باش هذاك الشوكولاط من الفوق ما كيبقاش قاصح وكيتهرس يعني كيولي كيتقطع وما كيتهرش. كانوا هادو هما النصائح ديال حلوه الرخامه اللي كبرنا عليهم من حنا صغار وكانت عندنا ملي كنا صغار. كانت في الحقيقه في الاعياد كانت شي حاجه كتعجبنا ديك الحلوه ديال الميمه ونتاع الام وديال الطفوله ونخرج نذوقوا منها الجيران.
كيبقاو في الحقيقه دوك الحوايج البساط اللي كبرنا عليهم هما الحوايج اللي كنلقاو عندهم قيمه كبيره فاش كنكبروا كنتوحشوهم. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.